اهلا بيكم. طبعا كلنا كعرب في حالة ذهول من اللي حققه منتخبنا العربي المغربي. منتخبنا العربي المغربي وصل قبل نهائي كاس العالم قطر 2022. يعني منتخبنا العربي المغربي هيلعب ضمن 4 فرق او 4 دول على مستوى العالم، هيلعبوا في دور الاربعة في كاس العالم قطر 2022. مباراتين هيكملهم عشان يكون لعب مبارياته في كاس العالم كاملة، بدءا من 3 مباريات في دور المجموعات، وبعدين مباراة دور ال 16 ومباراة دور الثمانية، وهيلعب ان شاء الله يوم الثلاث الجاي قبل النهائي، وبعد كده يلعب اذا كان يلعب النهائي او يلعب على الثالث والرابع مش تفرق معانا كتير. كل التحية لرجالة المنتخب المغربي، لعيبة على قدر ومستوى قدروا ان هم يكافحوا ويواصلوا في بطولة كاس العالم لحد ما وصلوا للدور قبل النهائي. هيلعبوا منتخب فرنسا، مباراة تاريخية بالنسبة للشعب المغربي والمنتخب المغرب. ان شاء الله لو فاز منتخب المغرب هيقابل في النهائي الفائز من الارجنتين وكرواتيا. لا قدر الله لو خسر هيقابل الخسران منهم وهيلعب على المركز الثالث والرابع، وحتى لو حصل منتخبنا العربي المغربي على المركز الرابع فهيكون انجاز تاريخي غير مسبوق بالنسبه للدول العربيه والدول الافريقيه. الف مبروك للمنتخب العربي المغربي وللشعب المغربي. الفيديو ده كنت عامله مخصوص عشان اهني اخواتنا المغاربه وكل العرب بمنتخبنا العربي المغربي اللي شرف كل العرب في كاس العالم قطر 2022.